عملها اخونا سيف زاهر. سيف زاهر بقاله سنتين شغال يجيب ضيوفه بالظبط كده. انت ايه رايك فتوح لو راح الاهلي يبقى اضافه؟ يقول له طبعا هيبقى اضافه. يقول له على طب ما يتباع والزمالك يحل ازمته الماليه. خلص من فتوح وانتهى بيه المطاف انه قعد في نادي الزمالك فتح ملف زيزو. انت ايه رايك زيزو لو انضم الاهلي يبقى اضافه؟ اه طبعا يبقى اضافه كبيره لاي فريق. الله، طب ما الزمالك يبيعه ويحل مشاكله الماليه. طول الوقت الاعلام المصري ما عندوش غير انه يفرغ نادي الزمالك من نجومه بتعليمات من النادي ان بينتموا اليه، رغبه من النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ان الزمالك دايما يفضل مفرغ. اوعى حد يعترض على كلامي حتى من الاصدقاء الاهلاويه اللي هيعلقوا. اوعى تنسى ان الاهلي هو اللي خد مؤمن زكريا. اوعى تنسى ان الاهلي خد طبعا الطريقه بالكباري اللي بياخد بيها مش بطريقه حتى شرعيه، كهربا والطريقه اللي راح بيها، اخيرا امام عاشور، ثم كان احمد فتوح اللي فشل مخططه، ثم زيزو اللي فشل ايضا. يعني طول الوقت النادي الاهلي طول الوقت قضيته الرئيسيه تفريغ نادي الزمالك من نجومه. ليه؟ عشان يبقى الاهلي هو القطب الاوحد اللي قادر يسيطر ويهيمن على البطولات لسنوات. اضاف احمد حسام ميدو امبارح برضو الكلام كان على ايه رايك ميدو يمشي، زيزو يمشي. ايه رايك زيزو يتباع والزمالك يحل مشاكله؟ هل زيزو ممكن يقعد دلوقتي؟ حتى لما جت ضيفه في قناه الزمالك قريب برضو قالت نفس الكلام. يا جماعه حان الوقت، زيزو لازم يمشي. وكانه زيزو قاعد على قلوب الناس. ونفس الطريقه كان بيتعامل بيها الاعلام برضه سيف زاهر مع ايمن اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لازم يمشي عشان اوضه اللبس فيها مشاكل. مشي. فرجاني ساشي يمشي لان اوضه اللبس فيها مشاكل. فلان يمشي وفلان يمشي وفلان يمشي عشان اوضه اللبس. وكأن نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي عنده اوضه لبس وبقيه الفرق بتغير في الحمام مثلا. يعني حاجه غريبه يعني. يعني ما فيش في النادي الاهلي اللي ملايين رايحه وملايين جايه واخرها 2.5 مليون يورو في شكل سافر من اشكال اهدار المال العام على لاعب فلسطيني بيلعب ببلاش بقاله 5 6 سنين، واخر عقد ركب ب 140 الف يورو. النادي الاهلي راح يدفع 2.5 مليون يورو. هذا المبلغ يا كابتن سيف يا كابتن شوبير يكفي لسداد كل غرامات نادي الزمالك والنادي الاهلي والانديه المصريه. لا قلنا النادي الاهلي بيجيب منين، ولا قلنا اللعيبه اللي بتيجي بتروح فين، ولا قلنا موديست هل صفقه موديست فيها شيء مشبوه ولا لا، ولا الراجل بتاع فلسطين ده في حاجه مشبوهه في الصفقه ولا لا، ولا شاغلين بالنا. طالما ان النادي الاهلي هو اللي بيشتري وهو اللي بيجيب وهو اللي بيدفع هو حر. الناحيه دي بقى الناحيه الثانيه الزمالك النادي اللي لا قادر يشتري ولا قادر يبيع ولا قادر يعمل فلوس ولا صفقات. الراجل النادي اللي محروم من القيد طول الوقت مشغلين الاسطوانه اياها. ايه رايكم زيزو يمشي؟ في قناه الزمالك اتقال زيزو يمشي، في قناه الاهلي شغالين زيزو يمشي، في قناه اون مشغلين زيزو يمشي، مهيب في قناه مش عارف مين مشغلين زيزو يمشي. الراجل بتاع الانفرادات اياها اللي اسمه هشام كمال ده ولا هشام ايه مش عارف اسمه ايه والله بتاع قناه النهار، مره فتوح مشي ومره مضى للاهلي ومره انفراد ومره زيزو. احنا قاعدين طول الوقت على ده. انا مش عايز مجلس اداره الزمالك يقع في الفخ. زيزو فعلا خط احمر. يا كابتن حسين هيجي لك لعيبه كتير وهتبيع وازماتك هتتحل وانت ماشي على طريق صحيح. انما فكره انك تفرغ الفريق دلوقتي دي هتبقى لعنه هتحل على الزمالك ومجلس ادارته لحد رحيل هذا المجلس. زيزو لو الناس حتى رقصت وطبلت بطبل بلدي قدام بيتك ولا قدام النادي وقال لك بيع زيزو، هو نفس المشجع والزملكاوي المتفرج اللي هيجي برضه يطالب برحيلك لو بعت زيزو. زيزو يا جماعه مش مجرد لاعب كره قدم، زيزو حاليا هو ايقونه نادي الزمالك. زيزو هو الامل انك تعيد صياغه فريقك وتعيد بنائه من جديد. زيزو هو الحل السحري بالفعل، بس مش للبيع وبانك تدر دخل يحقق بتاع مشاكلك تتحل فيه شهرين ثلاثه وترجع تاني تدور على فلوس. الحل في انك تحافظ على زيزو، لانك لو حافظت على زيزو هتاخد بطولات، ولو خدت بطولات هتاخد فلوس، هتشارك في افريقيا، هتلعب هنا، هتروح هنا. انما لما تبيع وتبيع وتبيع هتلعب بمين؟ انت لحد النهارده لسه مساله الدعم مش سهله، ومساله القيد مش مضمونه. ولو اتحلت النهارده تاخد فلوس زيزو وبعد شهر يجي لك قرار حل من فلوس فرجاني ساسي او المدرب جايما باتشيكو او عندك كذا قضيه او خالد بوطيب اللي لسه الفيفا ما خدش قرار نهائي بايقاف القيد فيهم بسبب تاخر في مستحقاته. يعني حضرتك وارد انك تستلم فلوس زيزو والقيد يتقفل من تاني.
نبل بقى الفلوس ونشرب ميتها، او نعمل بيهم مشروع تجاري، او نعمل بيهم بتاع. فيا جماعه الفكره انه زيزو، بعض الناس تقول لك زيزو في اخر الموسم هيبقى مجاني، يمشي مجاني. طب ما هو فراستك بقى في انك انت تقنع زيزو بالتجديد، مش تقنع زيزو بالرحيل، مش توافق على طلب زيزو او على طلب والده بانه يمشي. انا شايف ان مساله رحيل زيزو وخصوصا في يناير ده هتبقى مصيبه، مش هتبقى عاديه. انما الناس ممكن تستوعبك لو قلت هبيع زيزو نهايه السنه الجايه، حتى عندك نهايه الموسم ده يعني، حتى انت عندك الفرصه انك تعيد تشكيل فريقك، تجدد دماغه تاني، تعمل صفقات كبيره على المستوى المحلي ومستوى اللاعبين المحترفين الاجانب. فبالتالي تقدر نهايه الموسم لو استغنيت عن زيزو يبقى فيه البديل. انما النهارده هتستغنى عن زيزو عشان تجيب مين؟ ده مفيش بديل في ملاعب مصر. يعني اوريدي دلوقتي لو انت عندك مليار جنيه ومطلوب تجيب بديل لزيزو، شاور لي على بديل. واحد يقول لك مصطفى فتحي زي كابتن ميدو. يعني انا بعتمد على زيزو يمين، جايب لي مصطفى فتحي اللي المفروض انه هيلعب ناحيه الشمال حتى لو ناحيه اليمين. زيزو ستايل ومصطفى فتحي ستايل. مصطفى فتحي قعد 10 سنين في الزمالك، ما صنعش للزمالك الفارق، وانا بقولها بصوت عالي برغم مهاراته. ما صنعش للزمالك الفارق زي زيزو اللي صنع للزمالك الفارق وعمل لقب هداف دوري اكتر من مره، وما زالت ارقامه مرعبه على اي لاعب مصري، وكان سبب في الفوز بعدد كبير من البطولات. مع احترامي لمصطفى فتحي، لاعب عندي كتير، كان لاعب عادي مهاري جدا لكن ما كانش بيتحمل مسؤوليات. فزيزو قائد، زيزو مش مجرد لاعب. زيزو النهارده بيحط استراتيجيات مع مجلس الاداره ازاي الزمالك يكسب ويرجع البطولات. ففكره انك بتبيعه يبقى انت بتفكك الفريق. وفي النهايه حضراتكم مسؤولين، لكن زي ما قلت زيزو خط احمر، وبيع زيزو لن يمر مرور. زيزو الحل السحري لمشاكل الزمالك. نبيع زيزو ونفك كل الازمات. للاسف الشديد دي عناوين او رؤوس موضوعات بتتردد بشكل كبير بين اعضاء نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ويبدو ان هناك توجه قوي بالفعل للتخلص من زيزو. انا مش هسميه بيع، انا هسميه تخلص، لانه اللي بيبيع سلع غاليه، لكن انت النهارده بتبيع السلعه الوحيده اللي عندك. زيزو هو لعيب كره القدم الوحيد مع فتوح اللي موجود في الفرقه اللي كنت تبني عليه او اللي المفروض تبني عليه. لكن يبدو ان حتى زيزو اصبح معرض للخطر. زيزو عنده عرض من الشباب السعودي، وحد يقول لي العرض ما جاش بشكل شخصي ليه وما تعرضش مبالغ ماليه فيه رقم ليه؟ ده كشفه امبارح احمد حسام في تصريح خطير جدا على مسؤوليته، ويبدو انه كان حاضر الاتفاق او عنده علم بيه من مصدر سعودي. لان زيزو طلع قال تصريحات في منتهى الخطوره، قال فيها ان زيزو في السعوديه في يناير وهيكون موجود في الشباب. وقال كمان بقى الاخطر منه انه في اتفاق ضمني ومن فتره بين اداره الشباب السعودي وبين رئيس النادي حسين لبيب، والاتفاق على كافه التفاصيل والارقام اللي هياخدها الزمالك كمان من وراء البيع. والمبلغ بيتراوح من 10 ل 11 مليون دولار. عشان لو زيزو اتباع مستقبلا والرقم ده ذكر وتحدد من 10 ل 11 وراح بالفعل زيزو، هيبقى ميدو محق في كل كلمه قالها. وهنا من وجهه نظري هيبقى في عدم امانه في التعامل مع قضيه زيزو. من حق اداره الزمالك تفكر في البيع لاي لاعب بما فيهم زيزو، ولكن مش من حق اداره الزمالك تتعامل في الخفاء. مش من حقها تخفي العروض على اللاعب ولا على جماهير النادي ولا على اعضاء النادي. يبدو ان احنا بالفعل امام مسرحيه هزليه هتنتهي برحيل زيزو الى الدوري السعودي ان ما كانش في يناير. لانه حد يقول لي طب ما هو موجود في المنتخب. طب وايه يعني؟ ما هو موجود في المنتخب ويقدر ينتقل من المنتخب للنادي الثاني سواء الشباب او غير الشباب، يعني يمضي عقوده ويتم تسجيله على السيستم لنادي جديد وخلص. يعني الزمالك مش هيبقى محتاج ان زيزو يرجع، لا سيما لو في اتفاق بقى بين رئيس النادي وبين زيزو وابوه على انه وقت ما هيمشي او هيمضي او هيخلص مع النادي السعودي. ده مجمل اللي بيتقال. الكلام ده طبعا كلام انا شايفه في منتهى الخطوره. يبقى رئيس نادي الزمالك هيبدا يبيع، واذا كان رب البيت بالضف ضارب، طالما ان رئيس النادي بيفكر في البيع يبقى مفيش حد هيكون موجود ولا هيغلى على انه يمشي من نادي الزمالك. مش هتقدر تقنع حد انه يقعد. ليه؟ لان الزمالك مش في مرحله رواج ومش في مرحله بطوله. الزمالك بيعاني، الزمالك محتاج وقت، الزمالك محتاج اعاده بناء.
محتاج مدرب اجنبي، محتاج صفقات عيار تقيل، محتاج تعيد بنائه. لكن اللي بيحصل ده هيبقى هدم بغض النظر عن المقابل المادي اللي ممكن ياخده الزمالك ويحصل عليه. والدلالات اللي من بدري بقى اللي عمال يعمل